اكلك هو مصدر الهيدروكربونات ده الوحيد، والميه طبعا اللي هي الحياه، وده سر الالهي بالمناسبه. يعني الميه فيها سر، الميه فيها سر، وانا هتعرف جزء منه النهارده. الميه فيها ايه؟ سر، وهتعرف منه جزء النهارده. نرجع خطوه ورا ونقولها ايه؟ عمليه انتاج الطاقه. يعني انت جسمك محتاج طاقه، جسمك محتاج طاقه عشان تتعصب، عشان تبذل مجهود، عشان الخليه نفسها تقوم بمهمه، واهم مهمه في الخليه الحفاظ على الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي. يعني الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي قايمه على طاقه اسمها اي تي بي، عشان ابقى سيلكتيف. الغشاء الخلوي ده هيدخل الميه ويطلعها، واي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها. اي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها، جلوكوز، صوديوم كلورايد يعني ملح او سكر مش هيدخلهم. اي حاجه مش هيدخلها غير جوه الشانلز. فالتشانلز دي تفتح وتقفل بطاقه، ده على مستوى الخليه. تفتح وتقفل بايه؟ بطاقه. الخليه عشان تقوم بوظائف تانية تصنيع عايزه طاقه، وعمله الطاقه دي اللي هي الاي تي بي. عمله الطاقه اللي هي ايه؟ اي تي بي. فعمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد، اللي هي عمليه اكسده الهيدروجين، احتراق الهيدروجين. يعني الوقود الاصلي لجسم حضرتك هيدروجين، احرقه باكسجين، تمام؟ في وجود الحراره اطلع ميه. اطلع ايه؟ ميه. الميه اللي هي اكسيد الهيدروجين. طبعا انت ما تعرفش المعلومه دي، ان الميه هي اكسيد الهيدروجين. يعني الميه ناتجه عن اكسده الهيدروجين. خلاص؟ الميه ناتجه عن ايه؟ عن اكسده الهيدروجين. فانا عايز هيدروجين عشان احرقه بالاكسجين. انا عايز هيدروجين احرقه بالاكسجين. تاني؟ خلاص؟ يبقى انا هرجع الحته. عمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد فقط، وانا قصد الكلمه دي. ايه بقى المكان الواحد فقط ده؟ ها؟ ايه هو؟ فين؟ بلاش بقى السؤال ده يتسال لحد مصري عشان خاطر عيب. في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا، ومش في اي حته في الميتوكوندريا، هو في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا. في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا. يبقى عمليه انتاج الطاقه في الجسم كلها معروفه في حته واحده. فين الحته الواحده دي؟ في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا في الغشاء الداخلي بتاعها بتعمل عمليه ايه؟ اكسده او احتراق الهيدروجين. فانتاجه النهائي ايه؟ ميه. ميه. مش عارف فيلم انت لبلب وعنتر اما كان على فتح الاسري في البتاع، ميه. فاهم؟ الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. الميه هي الفضلات النهائيه لاحتراق الهيدروجين. فبالتالي انت بتنتج الميه كفضلات. انت بتنتج الميه كفضلات. يبقى اي كائن حي من ضمنهم الانسان يحتوي على كبد، يحتوي على كبد وعنده احشاء، هينتج حاجتين: ميه وكربون دايوكسيد. هقول لك ليه بعدين. وبينتج حراره. فالكائن الحي كانسان، الانسان بينتج الميه كفضلات والكربون دايوكسيد وبينتج حراره. عشان كده انت لو لبست هدوم انت بتتدفى ليه؟ مش خاطر الهدوم دفتك، لا، الهدوم كمرتك. فاما كمرتك الحراره الداخليه بتاعتك اتحبست، فانت اتدفيت. عشان كده الغطا اللي بتغطي نفسك بيه زي الكوفرتا او اللحاف ده مش هو اللي بيدفيك. اللي بيدفيك حرارتك، انت قفلت عليه. قفلت ايه؟ عليه. يبقى عمليه انتاج الطاقه في الجسم البشري او الجسم حامل الكبد بتتم في الميتوكوندريا عن طريق احتراق الهيدروجين. فبنتج من ورا ده ميه وحراره. خلاص؟ طيب الاكسجين وفهمناه. الاكسجين جاي من الهواء الجوي، هو موجود بنسبه 20% ل 21% في الهواء، فانا هتنفسه في الرئه بتاعتي وهوصله للاماكن بتاعت الاحتراق. تمام؟ تمام.
يبقى الاكسجين موجود في الهواء، ده خاص، ده متوفر. امال الهيدروجين موجود بنسبة صفر في الهواء الجوي، 6 لكل 10 مليون. يعني في كل 10 مليون هواء في 6 هيدروجين، يعني تقريبا صفر. تقريبا ايه؟ صفر. هجيبه منين بقى الهيدروجين ده؟ لازم يدخل في اكل اللي هو السكر. يبقى معنى كده ان انا عشان اجيب هيدروجين اوصله للاكسجين اللي بتنفسه، الهيدروجين ده مش هيجي هيدروجين لوحده، ده لازم استخلصه من مركب كيميائي هاكله. مركب كيميائي ايه؟ هاكله. فانت هتاكله سكر. اكلك هو مصدر الهيدروكربونات، سواء نشا او دهون او بروتين. لكن الميه مش هتبقى مفيده في الحاله دي، لان الميه هي اصلا هيدروجين متاكسد، فخلاص ملهاش لازمه. يبقى الاكل لازم يخش في صوره ايه؟ هيدروكربونات. واكتر هيدروكربون مشهور عندنا الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو الايه؟ السكر. مصير السكر في الجسم، كلت جلوكوز يا اما ستورج يعني تخزين، او يوتيلايزيشن استهلاك او استخدام. يا ستورج يا يوتيلايزيشن. الستورج ليه شكلين، يا اما يبقى بوليمر يعني اخزنه في صوره عديد السكريات، اجيب السكر والزقه سكر في سكر في سكر في سكر في سكر، بقى اسمه عديد السكريات. عديد ايه؟ عديد السكريات. فعديد السكريات ده اسمه نشا، اسمه جلايكوجين، ده في الحيوانات، اسمه ستارش في النباتات. يبقى السكر لما بدخله الجسم، لو هعمله بوليمرايزيشن يعني اعمله عمليه تعديد، الزقه ببعض اسمه بوليمر بقى اسمه ايه؟ نشا. او احوله لدهون، ودي عمليه تصنيعيه بقى. الدهون دي عمليه تصنيعيه. يا اما يوتيلايزيشن، يبقى يا ستورج يا يوتيلايزيشن. يوتيلايزيشن ده بقى ليه طرق حسب الاحتياج وحسب نوع الخليه. تاني يبقى اليوتيلايزيشن ده ليه كذا طريقه هعرف استخدم السكر فيها، حسب الاحتياج، احتياج الجسم دلوقتي لايه، ونوع الخليه دي شغاله ازاي. خلاص؟ هناخد اول باثواي، اول طريقه لليوتيلايزيشن. يعني الاستورج مش موضوعي النهارده. خلاص؟ السكر 6 كربونات وحواليها هيدروجينات طبعا. خلاص؟ بيمشي بباثواي هنا. الباثواي ده اخره البيروفيك. خلاص؟ اقف كده هنا عند الحته دي. يبقى الجلوكوز راح بقى اسمه بايروفيك اسيد، هو 6 كربونات، والبيروفيك ده 3 كربونات. يبقى دي اول عمليه تكسير، حولته من 6 بقى 3، بس انا بنتج من البيروفيك ده 2. يبقى انا ال6 هم محافظ عليهم. انا محافظ على ال6 كربونات اهم. خلاص؟ كانوا 6 بقوا 2 بايروفيك. وبعدين لازم ادخل الميتوكوندريا هنا، اتحول حاجه اسمها اوكزالو اسيتيك. ده بدايه الكريبس سايكل. هنا هبدا كريبس سايكل هنا. خلاص؟ فلو انا عرفت اخرجه تاني، اعرف الف اللفه دي واعمل جلوكوز. يبقى عشان اعمل جلوكوز من الجلوكوز تاني لازم الف جوه الميتوكوندريا. فهمت حاجه؟ يبقى انا اعرف ارجع الجلوكوز جلوكوز على فكره، بس انا عايز ميتوكوندريا. عايز ايه؟ ميتوكوندريا. ده اسمه كلاسيك باثواي. اسمه ايه؟ الكلاسيك باثواي. يبقى عمليه تكسير السكر، بص هقولها تاني اهي. السكر 6 كربونات، بعدين اول يوتيلايزيشن، اول استخدام، هوصل بيه للبيروفيك. عشان ارجع بيه سكر تاني محتاج اخش الاول الميتوكوندريا تعمله اوكزالو اسيتيك، والاوكزالو اسيتيك يجيب الكومباوند اللي قبل البيروفيك ويلف بيه تاني. يبقى العمليه دي محتاجه ايه؟ ميتوكوندريا. صح؟ صح. طب افرض انا ما عنديش ميتوكوندريا. افرض انا ما عنديش ميتوكوندريا او لا تعمل لنقص الاكسجين. مين اللي عندك امثله لكده؟ كرات الدم الحمراء
it lacks mitochondria itself. هي ما فيهاش ميتوكوندريا اصلا كرات الدم الحمراء. يا اما لو عضله مجهده والاكسجين مش واصل لها الميتوكوندريا مش شغاله. في الحاله دي هيحصل ايه؟ السكر هيمشي الكلاسيك باث واي بس هيقف عند البيروفيك هنا. نهايه حتميه، والبيروفيك يبقى لاكتيك بعد شويه. يبقى في الحاله دي الجلوكوز مشي الباث واي اللي هو اسمه امدن ماير هوب باث واي، وصل للبيروفيك، البيروفيك بقى لاكتيك بعد شويه. ده حمض اللاكتيك بقى اللي كل شويه يسالك عليه. حمض اللاكتيك. عارف كل شويه يقول لك ايه؟ حمض اللاكتيك، كل شويه يقول لك ايه؟ ايه راي حضرتك في حمض اللاكتيك؟ كرات الدم الحمراء والخلايا العضليه اثناء ممارسه العضلات بقوه بتستهلك الجلوكوز كله. كل الجلوكوز بتستهلكه وتطلع منه حمض من اتنين، يا بيروفيك يا لاكتيك. وهو اصلا البيروفيك الاول، والبيروفيك يحصل له عمليه ريدكشن، اختزال. البيروفيك يتحول للاكتيك مع تراكمه. يبقى معنى كده ان كرات الدم الحمراء عشان ما فيهاش ميتوكوندريا بتاخد الجلوكوز تحرق فيه، او مش بتحرقه، بتكسره. ما هي ما بتحرقش اصلا، لان الباث واي ده ما فيهوش حرق. الباث واي ده فيه ايه؟ فيه عمليه تكسير. تمام؟ الكربونه 6 ودول بقوا 3، فهو انا كسرته 2 بس، عملت 2 بيروفيك. يبقى كل جلوكوزايه عملت 2 بيروفيك. تمام؟ انا ما عنديش ميتوكوندريا هنا لان العضله ما فيهاش اكسجين دلوقتي، او الميتوكوندريا مش موجوده زي كرات الدم الحمراء، فبالتالي انا هقفل على بيروفيك كده. يبقى كرات الدم الحمراء طول النهار بترمي في الدم ايه؟ في البلازما بيروفيك، والبيروفيك يتحول للاكتيك بايه؟ بريدكشن. خلاص؟ حلو الكلام. يبقى نهايه حتميه جوه العضلات او جوه كرات الدم الحمراء بيروفيك ولاكتيك. حلو. طب لو انا جوه خليه الكبد، تقوم البيروفيك يروح على الكبد، البيروفيك يخش هنا يبقى اسمه اوكزالو اسيتيك، يلف اللفه بتاع السقي الضياء العوضي بقى اللي هي كريبس سابقا، لان انا اللي شرحته فيها ما اتقالش في كتب البايوكيمستري، عشان كده سميتها باسمي. الاوكزالو اسيتيك يمسك في حمض تاني اسمه اسيتايل كو ايه ويعمل الستريك ويلف اللفه بتاعته. عنده الامكانيه الاوكزالو اسيتيك يخرج بره ويرجع كده ويعمل جلوكوز تاني. يا باشا الاوكزالو اسيتيك اهو، انا عندي بيروفيك جاي منين؟ مش جاي من عندي من هنا اصلا، لا، البيروفيك ده اللي جاي من الدم، اللي جاي من العضلات. البيروفيك اللي جاي من العضلات او اللاكتيك اللي جاي هيعمله بيروفيك تاني، والبيروفيك اخده هو نفسه وادخله الميتوكوندريا، احمله كربون دايوكسيد واعمله اوكزالو اسيتيك وارجعه تاني. يبقى ده الطريق ده اختياري. بس في الحاله دي انا عشان الف اللفه دي محتاج اصلا جلوكوز. تاني. يبقى عشان الف اللفه اعمل الساقيه دي انا محتاج جلوكوز يعمل لي اوكزالو اسيتيك، او بيروفيك يجي لي هنا والف اللفه دي بتاعتي، بس برضو اللفه دي محتاجه جلوكوز من الاول. عشان كده الجلوكوز بتاعك اللي بتاكله من بره هو اللي هيلف لي اللفه دي كلها عشان اعرف الف البيروفيك بقى. ففي الحاله دي انا هعيدها اهو. كرات الدم الحمراء والعضلات المجهده بترمي في الدم بيروفيك لاكتيك، يدخل الميتوكوندريا الكبديه ياخد كربون دايوكسيد ويرجع الباث واي يعمل لك الكلاسيك باث واي اللي هو يعمل لك في الاخر ايه؟ جلوكوز. فهمت حاجه؟ يبقى الجلوكوز يعرف يعمل نفسه تاني، ويعرف لو جبت انا كومباوند زي البيروفيك اسيد ارجعه تاني جلوكوز، بس على شرط تكون الساقيه شغاله. الساقيه دي ساقية الضياء العوضي ما تلفش غير بالجلوكوزايه من فوق، اكنك بتسقط الكوين في المكنه، فانا حطيت كوين من فوق يلف لي دي، والبيروفيك الجديد يخش يلف معايا اللفه دي. اعتقد سهله. يبقى الجلوكوز محتاج جلوكوز،
كوين يرجع ب4 كوين. يعني كل لما تسقط فوق في المكنه كوين اعرف الف 4 بايروفيك اطلع منهم، يبقى ال4 بايروفيك يطلعوا لي ايه؟ يطلعوا لي 3 جلوكوز، ويبقى انا كده رجعت 4. يبقى انا دلوقتي حطيت 4 بايروفيك ارجع بيهم 2 جلوكوز، مع الاصليه بقينا ايه؟ 3. يبقى كل كوين يرجع لي 3، كل كوين يرجع لي 3، كل كوين يرجع لي 3. بس على شرط انا عندي جلوكوز يشغل المكنه. لو الجلوكوز عطل المكنه عطلت.